اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلب لما؟ لما النهارده جايبه لكم فيديو ميزانية شهر ب4000 جنيه اتطلبت مني. النهارده احنا من مبلغ بسيط ببركة ربنا وبالرضا بتاعنا وقناعتنا ان شاء الله بإذن الله هيكفي ويفيد. وما تنسوش في اخر الحلقة في دعاء جميل قوي عشان كلنا، يعني انا ادعي وانتوا تأمنوا ورايا بإذن الله. اول حاجة انا معايا ال4000 جنيه. اول بند معايا بطلع منهم صدقة، ان شاء الله لو 100 جنيه، لو 50 براحتك حسب المقدرة بتاعتك. طبعا ما نقص مال من صدقة، كل ما بنطلع صدقات اكتر ربنا بيزيدنا وبيبارك في كل حاجة فاشتنا. نبدأ بقى ان شاء الله في الميزانية. اول حاجة انا عاملة 1500 جنيه للبروتين، لحوم وفراخ وسمك. هنجيب كيلو الا ربع لحمه مفرومه، وبنضيف عليه برضو كيلو الا ربع بصل. اللحمه المفرومه بتاخد بصل عادي، وما شاء الله بيطلعوا حوالي كيلو ونص ويمكن اكتر كمان. بعد كده معايا كيلو وربع لحم قطع. انتي حابه تجيبي اللحمه برازيلي يعني مستورده براحتك، برضو هيوفر معاكي 8 كيلو زياده. حابه تجيبيهم بلدي دي حاجه ترجع لك. معايا كيلو ونص سمك، في سمك برضو بولتي يعني مشات صغيره كده او وسط. وهنجيب فرختين. الفرختين هنعمل صدر، يعني فرخه صدرها هنعمل منه بانيه، والفرخه التانية نقسمها 8 قطع. والكبد والقوانص برضو ممكن نعملهم في اكله جنب مكرونه او في حاجه، فباذن الله دول هيكفوا. معايا بقى بند السوبر ماركت. انا عامله للسوبر ماركت 1100، ممكن يقلوا يعني حسب برضو الاسعار عندك. هنجيب 5 كيلو رز، 4 مكرونه مشكله، لسان عصفور على شعريه على مكرونه طبعا التشكيله اللي حضرتك بتحبيها. معايا 2 كيلو سكر. وانتي هنا لو عندك بطاقه تموين بند السكر ده هيفرق معاكي. هيبقى مثلا على التموين ففلوس السكر دي، هو السكر دلوقتي عامل 25، هتتوفر برضو معاكي. وانا اصلا ما بحبش السكر الكتير، يعني استهلاكه اصلا بيعمل التهابات في الجسم. فالسكر دوت برضو انا بالنسبه لي كيس واحد بيقضيني. لكن في رمضان طبعا عشان بقى كل سنه وانتم طيبين العصاير وكده، لا فبيبقى برضو يعني بنستخدم سكر كتير. ومعانا برضو 2 كيلو دقيق. عشان نعمل كيكه مخبوزات لازم يكون في الدقيق ده بركه كبيره جدا في البيت. ومعايا يا جماعه هنجيب لتر ونص زيت عباد. انا بحب سلايت او هلا، بيبقى ممتاز وسعره برضو كويس. وهنجيب 4 كيلو لبن، عشان طبعا الولاد وكده لازم اللبن يكون اساسي في البيت. وهنجيب نص جبنه، والجبنه احنا قلنا بلاش الجبنه اللي هي فيها زيوت مهدرجه يا جماعه، احنا هنجيب الجبنه اللي هي معموله من اللبن الحليب. صحتنا اهم حاجه في الدنيا. هتلاقي في رودس عندك ب40 جنيه الربع، ممكن تجيبي علبه ربع، يعني كل اسبوع تجيبي علبه ربع مع باقي المكونات اللي هقولك عليها في فطار وعشاء. يعني هتسد معانا باذن الله. هنجيب كرتونه بيض، وهنجيب ازازه خل، وهنجيب بقى ب50 جنيه زبده بلدي. دي بتفرق جامد في الاكل يا جماعه، ما تتكسفيش من السوبر ماركت، بس يكون ممكن هتجيبي ب50 ب100 حسب مقدرتك وحسب اللي هيفيد معاكي. بعد كده عندنا بند البقوليات. بند البقوليات عامل 300 جنيه. هنجيب نص فول دميس، هنجيب فول مدشوش اللي هو بتاع الطعمية، هنجيب غلة اللي هي البليلة، هتجيبها ب15 ب10 ب20 حسب مقدرتك. هنجيب نص عدس اصفر وبجبة، ربع لوبيا، ما بتحبش اللوبيا فيه فاصوليا اللي هي الناشفة. هنجيب ربع سمسم طبعا عشان هنعمل منه دقة، وهنجيب كزبرة. دقة السمسم مفيدة جدا وبتنفع معانا فطار وعشاء، بتبقى جميلة جدا. هنجيب بقى الفلفل الاسود ب20 جنيه، فلفل اسود حب. هنجيب عليه بقى البهارات بتاعته بتخلي ريحته يا جماعة تحفة. حبهان هنجيب بقى ب10 جنيه من كل حاجة. حبهان، قرنفل، ورق لوري. هنجيب برضو بابريكا، كركم. الورق اللوري والقرنفل والحبهان انا بحطه على الفلفل الاسود، ولو معاهم كمان زر ورد بيبقى ريحته خطيرة. هنجيب ب10 كركم، توم باودر على بصل باودر، الاتنين دول انا بجيبهم ب10 جنيه، بقول له هات ب10 جنيه توم باودر على بصل باودر. وهنجيب ب20 جنيه كمون صحيح. انا في الكمون بطحنه مع الكزبره مع حبه شطه، بيبقى تحفه. بعد كده معايا بند الخضار، انا عامله له 400 جنيه، يعني كل اسبوع 100 جنيه حسب احتياجك بقى. انت هتجيبي بسله كيلو، نص كيلو، هتجيبي سبانخ.
فاصوليا خضراء، هتجيبي احتياجات يعني، شوفي ايه انت بتحتاجي ايه كل اسبوع من خضار، مع الطماطم والفلفل والخيار. هنجيب برضو حسب احتياجاتنا، عشان الحاجه برضو يا جماعه ما تهدرش مننا. شوفي انت بتستخدمي مثلا كيلو خيار في الاسبوع، نص كيلو، ربع كيلو مش بتستخدميه، هنجيب كل اسبوع ربع كيلو ليمون ب10 جنيه، مشي نفسك بيه. معايا هي بند الفاكهه، طبعا مش هننسى الفاكهه. هنعمل طبعا الفاكهه غاليه جدا، فاحنا عاملين 200 جنيه في الشهر، يعني بمعدل كل اسبوع 50 جنيه. وانا هعمل لكم فيديو برضو كمان يومين حلو جدا عن الفاكهه، انتظرون باذن الله. معايا بند بعد كده بند المنظفات عامل 200 جنيه. اللي شاف معايا فيديو المنظفات، انا كنت جايبه اكياس شاور واكياس منظفات، بتوفر معاكي جدا في الميزانيه. انت بقى لو مش متاحه عندك، هتجيبي بقى بال200 جنيه دي، هتظبطي نفسك بقى. ازازه شامبو، طبعا مش لازم نجيب الاحجام الكبيره، هاتي الحجم الصغير اللي يتماشى معاكي. مسحوق غسيل، هنجيب صابونتين كبار مثلا، شاور. شوفي بقى ايه احتياجاتك ايه بال200 جنيه. كده هيفيد معانا من ال4000 3، يعني احنا كده صرفنا 3800، هيفيد معانا 200 جنيه، هنعينهم في بند الطوارئ. وممكن بند السوبر ماركت، اما تيجي تشتري ممكن يبقى عندك حاجات من الشهر اللي فات ببركة ربنا، فهيتوفر معاكي حاجات فهتكملي عليها، مش هتشتري كل ده. فالباقي بقى من السوبر ماركت هنضيفه على ال200 جنيه. يلا بقى يا جماعة، قولوا لي ايه رأيكم في الميزانية. يلا بقى نقول الدعاء اللهم بارك لنا في قليلنا ليكسر، وفي كثيرنا ليبقى. اللهم اجعل أيدينا سخية بالعطاء، وقلوبنا مليئة بالرضا. اللهم اطعم كل جائع، واقض الدين عن كل مدين، وبارك لكل من سعى في ترتيب بيته وحفظ ماله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وفي نهاية الفيديو يا ريت ما تنسوش أمي وأبويا من دعائكم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة.